السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معايا شرح هي طريقة فتح حساب في متجر أبل مجاني بدون بطاقة فيزا وبدون بطاقة شحن ايتونز. طبعا الطريقة جدا سهلة وبسيطة، ركز معي بكلامي لا تمشي المقطع عشان تفهم أكثر. أنا شارح الموضوع بالتفصيل، بحط لكم رابط المقطع أسفل هذا المقطع حق الشرح باليوتيوب، يعني مقطع ثاني شارح فيه بالتفصيل. هذا الشرح بيكون مبسط. الطريقة إذا كان بتفتح حساب أمريكي أو حساب عربي اللي هو سعودي كويتي إماراتي إلى آخره. الحساب الأمريكي يتطلب عنوان معين، بحط لكم برضو بالشرح أسفل المقطع العنوان. لما توصل عند خطوة العنوان تحط الأشياء اللي أنا حاطط لك هي بتحطها بالضبط، بيستكمل معاك فتح الحساب. أما العنوان العربي ما يحتاج عنوان محدد، حط عنوانك، حط عنوان من راسك، حط أي شيء بيمشي معك. طيب الطريقة جدا سهلة وبسيطة. أول ما بتفتح المتجر بتروح، هذه ركز معي، بتروح عند تطبيق أو لعبة تكون مجانية وبتضغط تحميل. لو ما سويت هذه الحركة بيطلب معاك فيزا أو بطاقة ايتونز. أهم شيء تسوي هذه الحركة. بيطلب منك انك تسجل دخول بحساب او انك تنشئ حساب جديد. بتضغط على انشاء حساب جديد. هنا بتختار ايش نوع الحساب. اذا كنت تبغاه امريكي هو اصلا بيجيك على خيار اليونايتد ستيت اللي هي اول خيار. اذا كان تبغاه بتنقي اي دولة انت تبغاها، بتنزل مثلا الى السعودية او غيره، انت هنا براحتك. فنختار الامريكي لانه هو دائما اللي عليه الخلاف. تضغط نيكست، بعدين بتضغط اجري اللي هو الموافقة على الشروط. هنا بتجيك الخيارات. هنا بيطلب منك انك تحط الايميل، تحط الباسورد، هنا تعيد الباسورد. هنا بتختار الاسئلة السرية، وهذه من اهم الخطوات لفتح الحساب. في بعضكم بس يألف سؤال ويجاوب عليه من راسه بعدين بينساه. بعد ما تختار هذه الاربع اسئلة او الثلاثة اسئلة بتكتبها عندك في النوتة، بتكتبها عندك في ورقة، بتكتبها في اي مكان عشان في حالة نسيان كلمة السر اللي هنا تقدر تسترجعها عن طريق الاسئلة السرية. هنا بتحط عنوان احتياط، لانه لو نسيت الاسئلة السرية ونسيت كلمة السر بيكون العنوان هذا هو اللي بيترسل لك عليه الرابط حق اعادة تعيين كلمة السر وغيره. هنا بتكتب تاريخ ميلادك الصحيح لانه برضو بيطلبك هو مستقبلا. الخطوة اللي بعد هذه بيجيك خيارات العنوان، ووقتها ما حيطلبك فيزا وبيكون الحساب مجاني. اتمنى تكون فهمتوا الشرح. كمل خطواتك جدا سهلة. بعد ما تخلص هنا الخطوات بتروح لإيميلك، بتلاقي رابط تفعيل فتح الحساب حق أبل. بتضغط على الرابط، بتدخل إيميل الأي كلاود حقك اللي هو إيميل أبل والباسورد اللي انت حطيته هنا، وبيكمل معاك وبتقدر تحمل وتنزل تطبيقاتك وألعابك. طيب كيف تشتري من متجر أبل؟ ما أنصح بأي تطبيقات مكركة. كيف تشتري؟ الطريقة برضو جدا سهلة وبسيطة. يا إما بتربط حسابك بالفيزا أو بتشتري بطاقة ايتونز سعرها أقل بطاقة $10. تباع، طبعا أتكلم عن السعودية، بتنباع بمكتبة جرير أو بأغلب الأماكن اللي تباع فيها أجهزة الكمبيوتر أبل وغيره، أي ستور والأماكن المعروفة. أو إنك تشتريها أونلاين من نفس موقع أبل أو من اي باي أو من أي موقع أونلاين لو أنت في أي بلد ثاني. يعطيكم العافية. لا تنسونا من السبسكرايب واللايك على المقطع، ولا تنسوا هذا حسابي على تويتر. يعطيكم العافية.